يقله فيخرج خائفا ذليلا. الشاهد يا إخواني ويا أحبائي أن هؤلاء الطواغيت حتى الآن يقفون ويتوجهون ويقولون لقد خدمنا الدولة الفلانية 40 سنة و30 سنة و50 سنة، ويتوجهون بأنهم خدموا. أي خدمة هذه؟ لقد نهبتم الأموال وروعتم الأطفال وقتلتم الرجال وسجنتم الأحرار، لقد مارستم الظلم والقهر، في ظلكم رتع المفسدون القتل السفاحون، وتقولون خدمنا. أي خدمة هذه؟ أي دولة هذه التي خدمتموها أيها الطواغيت؟ إنه نفس النظام الفرعوني. إخواني وأحبائي، كلكم قرأ ودرس وسمع قصة موسى عليه السلام، كيف أن أمه وهو طفل صغير وليد لا يزال يرضع كانت خائفة عليه من القتل من فرعون. فرعون أراد أن يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم خوفا من أن يخرج له هذا النبي الذي يهد ملكه ويذهب بعرشه. لكن الله عز وجل حماه وقال لفرعون، لكن الطواغيت لا يعتبرون، قال يا فرعون تبحث عن موسى لقتله، ها هو في حجرك في بيتك ترضعه أنت وتقوم على حراسته وتدفع الأجر لمرضعته، اقتله إن استطعت. إنها إرادة الله وحماية الله. الله عز وجل قال لنبيه محمد والله يعصمك من الناس. مارس الفعل مع موسى عليه السلام، الله عاصمك من فرعون، فحجبه وحماه الله عز وجل بستار رقيق، ستار رقيق من المحبة ألقاها في قلب امرأة فرعون، وقالت قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا. فتحول الفرعون وأجهزة أمنه ورصده من قاتل لموسى إلى حامل وراعي لموسى. شاب موسى عليه السلام في ظل الفرعون الطاغوتي، ولد موسى عليه السلام وشب موسى عليه السلام ودخل القرية على حين وفاة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج خائفا يترقب. ذهب إلى أين؟ إلى مدين. عمر موسى وسنه في هذه المرحلة من 20 إلى 30 عاما أصبح، بلغ أشده واستوى، من 20 إلى 30 عاما، ثم مكث من 8 إلى 10 سنوات في مدين عند الرجل الصالح الذي أراد أن يزوجه إحدى ابنتيه أو زوجه إحدى ابنتيه على أن يأجره 8 حجج، وإن أتممت 10 فمن عندك. يقول علماؤنا الأجلاء بأن الأنبياء أكثر الناس وفاء فأوفى 10 سنين، وبعدها عاد. أصبح العمر موسى عليه السلام من 30 إلى 40، فترة طاغوت الفرعون. فترة طاغوت الفرعون إنها فترة طواغيت الفراعنة والدجالون اليوم، من 30 إلى 40 عاما، وأنتم تشاهدون هؤلاء الطواغيت الذين لم يعتبروا. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة الرجة، كما علمنا القرآن الكريم عن ثمود حينما أرسل عليهم رب العزة الصيحة 7 ليال و8 أيام حسوما. الصيحة الريح الزلزلة التي زلزل الله عز وجل بها هؤلاء القوم، سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ريح من جند الله أرسلها الله عز وجل على هؤلاء القوم الطواغيت. إذا جند الله عز وجل ما بين الحاصبة وما بين الخسف وما بين الصيحة وما بين الإغراق. كان الغرق مصير فرعون وجنده حينما خرج مطاردا لموسى وقومه، فأغرقه الله عز وجل في اليم. بل كان غرق قوم نوح عليه السلام، ففتح الله عز وجل عليهم أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذه قصص ونماذج قصها علينا القرآن لعل الطواغيت أن يعتبروا
لعل الفراعنة أن يعتبروا، لعل النماريد أن يعتبروا، لعل الدجاجلة أن يعتبروا، ولكنهم لا يعتبرون. تأخذهم سطوة الحكم، تأخذهم سطوة المال، سطوة النفوذ التي يشترون بها الذمم ويطوعون بها الرجال لخدمتهم. وكما قص علينا القرآن قصة سحرة الفرعون حينما جاءوا ليواجهوا موسى عليه السلام: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. إنها نفس السياسة التي يمارسها الطواغوت، المال والسلطان، نفس السياسة، المال والسلطان. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. انظروا إلى هؤلاء السحرة وهؤلاء الحواة وهؤلاء الدجاجلة الذين يستخدمهم الطواغوت للقتل، للسفك، للسجن، للإرهاب، للرعب، للمطاردة. إنهم مأجورين. وحينما يشعر النظام بدنو الأجل أول من يضحي إلا بهم. وأنتم شاهدتم أن مبارك أول ما ضحى بأقرب المقربين إليه الوزراء، وزراء الأمن ووزراء الداخلية ووزراء الخارجية ووزراء الاقتصاد وما شابه، يقدمهم كبش فداء لينجو بذاته. لكن الطواغيت وأعوانهم لا يعتبرون، لكن الطواغيت وأعوانهم لا يعتبرون. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، ونحن اليوم على أبواب هلكة القرى الظالمة التي وقفت على أبواب حدودنا لتحمي دولة الاحتلال على مدار 60 عاما منذ قيامها. النظم القائمة يا إخواني نظم مصطنعة، نظم مصطنعة لا تنسجم مع تاريخنا ومعتقداتنا التي وحدت أمتنا ووحدت حدودنا في دولة مركزية عرفت فيما مضى باسم دولة الخلافة، حتى تقوم دولة إسرائيل كان لابد من إسقاط دولة الخلافة على ضعفها وهوانها، أسقطت. حتى تعيش دولة إسرائيل لا يمكن أن تعيش في محيط عربي مسلم يكن لها العداء والكراهية والبغضاء ويعلن الحرب عليها صباح مساء، فإذا لابد من تجزئتها ليصبح كل فرد في دولة مهتم بقطره. الدولة القطرية اليوم دولة قطرية هدفها الأساسي أن الفلسطيني يهتم بفلسطين ولا شأن له بما يجري في مصر، وأن المصري مهتم بمصر ولا شأن له بما يجري في ليبيا، وأن الليبي مهتم بليبيا ولا شأن له بما يجري في تونس، وأن المغربي مهتم بالمغرب ولا شأن له بما يجري في الخليج العربي. هكذا يريدون، هكذا يريدون الدولة القطرية، الدولة الإقليمية. لما؟ حتى تعيش دولة الكيان في أمن وأمان أطول فترة ممكنة، أطول فترة ممكنة. ولعبت بالفعل هذه النظم دور الحماية إلى درجة أنكم أنتم سمعتم وشاهدتم وتتابعون أكثر مني. مجرد سقوط زين الغافلين كان تعبير رئيس وزراء إسرائيل ووزرائه وكبار القادة: لقد فقدنا صديقا قويا في شمال أفريقيا، على بعده إلا أنه صديق قوي. فيما بعد كشفت التقارير عن جرائمه باتجاه تصفية زعماء من زعماء الثورة الفلسطينية، أبو جهاد وأبو الهول وغيرهم. بعد ذلك في مصر حينما أحيط بالنظام المصري وعجز عن مقاومة حركة الشعب المصري، فإذا بالزعماء الإسرائيليين يتبجحون ويقولون لقد خدم إسرائيل خدمة جليلة على مدار 30 عاما. خدم إسرائيل خدمة جليلة، لم يستطيعوا أن يخفوا ما في قلوبهم وخوفهم. لذلك إخواني وأحبائي أن هذه الطواغيت اليوم قد حان أجلها لكي تأخذ الشعوب دورها في القيام بواجب ربها في الجهاد على أرض فلسطين، لكي نتخلص من هذه الغدة السرطانية، هذه الدولة اللقيطة، هذه الدولة المصنوعة صناعة، كما سنشاهد بإذن الله في خطبتنا الثانية. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.